حسن من السعودية ذكر أن هناك بعض المكاتب التي تكون قريبة من مثلا إدارة المرور، هم يقدمون خدمة للأشخاص بأنهم يسددون رسوم المرور عنهم، ويأخذون زيادة مقابل هذه الخدمة. مثلا إذا كان رسوم المرور مثلا 100 ريال، أخذوا عليه 110 ريال، يسددون 100 ويأخذون 10 لهم. ما حكم هذه الزيادة؟ هذه على نوعين. إن كان يأخذ الأجرة قبل أن يسدد له هذا أو في نفس المجلس هذا جائز، لأنها تصبح عقد وكالة بأجرة، عقد أجرة في وكالة، كأنه يوكله أن يسدد عنه مقابل 10 ريال الزائد هذا، فمثل هذا جائز. الصورة الثانية إذا كان هناك تأجيل في تسليم الثمن، يسدد له على أنه يقول بعد أسبوع بجيك أعطيك، نقول هذا ما يجوز، هذا نوع من أنواع الربا، لأنه حصل هنا كأنه نوع من القراض يعني صار. هو الآن نعم قرض، لكن في بزيادة بالتالي نمنع منه، فيكون من ربا النسيئة. أبو قتيبة من